السلام عليكم. اليوم نتكلم وياكم بالدوري الإسباني، الجولة 16 من الدوري الإسباني. تقوم بهذه الجولة مباراة مهمة. أهم مباراة تكون هي نادي برشلونة مقابلة نادي جيرونا. تكون مباراة صعبة. والمباراة الثانية تكون مباراة ريال مدريد مع ريال بيتيس. تكون غدا مباراة الساعة 6:15 توقيت مكة المكرمة. ولعبة برشلونة اليوم الأحد ب11 توقيت مكة المكرمة. الجولة هذه راح تكون حاسمة لتأثير النتائج، وتوقعاتي راح تكون المباراة الأولى هي تأثر ريال مدريد مع الفريق ريال بيتيس. ريال بيتيس فريق قوي وجيد، ولا تنسون موجود لاعب برشلونة السابق والعربي المغربي جلجولي. نتمنى إن شاء الله تكون تأثر ريال مدريد، وأن ريال مدريد ماشي بسيستم حلو جميل، إمكانيات هجومية روعة. تتكون على ثلاثي هجومي شاب سريع يقدر تسجيل كثير من الأهداف. زائدا المعدن الزايد بيلينغهام. يعني ريال مدريد صعب يتعثر صراحة، لكن احنا كنا نتمنى أن مصلحة برشلونة بأن يتعثر ريال مدريد. ما يتعثر ريال مدريد لمصلحة نادي برشلونة. المباراة الثانية أكيد نادي جيرونا غدا مباراة جيدة وموسم حلو، لكن مستحيل راح يستطيع الفوز على برشلونة. ما أعرف أنا أحكي ثقة لأن أنا عاشق برشلونة، أو هي هذا الواقع حقيقي. برشلونة بعد رجعت المصابين، ولكن عندنا مصابين جافي تير إصابات طويلة وتأثر على الفريق واللاعبين مهمين. لكن برشلونة ما حضر. برشلونة عنده فريق كامل جاهزين. اليوم احنا ما نخشى أي فريقنا جاهز وما عندنا أي عذر، وعلينا نحقق انتصارات واحد تلك الآخر. وبرشلونة بعيدة فرق 4 نقاط، يعني لابد أن نحافظ على كل النقاط وما نخسر نقاط ويا المنافسين المباشرين. فغدا 100 على 100 راح يكون يوم الأحد راح يكون فوز برشلونة، و100 على 100 ومرتاح. اوكي خلنا تحسب علي فوز على جيرونا وبالمرتاح.